يسعد أوقاتكم. اليوم طبختنا هي المندي بالدجاج. أنا أول شي عندي ورك دجاج نقعتها بالخل والملح وغاسلتها. هلا بدي أحضر البهارات. البهارات المندي أول شي أنا بدي 3 معالق لبن، زيت الزيتون، معلقة ملح، نص معلقة فلفل أحمر بابريكا، معلقة بهارات المندي، نص معلقة جوز الطيب، نص معلقة كزبرة يابسة، شوية قرفة، رشة كمون اختياري، نص معلقة كركم، نص معلقة ثوم، معلقة صغيرة عسل، بحط لكم عصرة ليمونة، هلا هيك خلطتهم سوا بحطهم فوق الدجاج. هلا هي خلطت البهارات مع الدجاج، حخليهم شي ساعتين بالبراد وبعدين حضر الرز المندي. هلا قطعته من البراد احطه بالصينية. هلا هيك حطيتهم بالصينية، اغطيهم بالقصدير. هلا اغطيهم بالقصدير واحطهم بالفرن. احطهم بالقصدير احطهم بالفرن لمدة ساعة وربع. هلا انا عندي 4 كاسات رز ابو كاز، حقنعه نص ساعة. طنجرة حطيت معلقة سمنة وشوية زيت على زي البصلة. احط بهارات، قرفة، ورق غار، وهيل. احط معلقة بهارات المندي، نص معلقة كركم، يا عيني على روايح البهارات الظريفة، ريحتها كتير طيبة. وعندي دجاج عم يتحمر. هلا بحط مرقة اللحمة، عندي مرقة لحمة حطيتها. هلا بحط ملح وفلفل اسود، بغطيهم ليغلي. هي غليت المرقة، هحط الرز. هلا اغطيها لتنشف، بحط على نار هادية خلينا لمدة 10 دقايق. هلا هيك نشف الرز، هخلي على نار هادية لمدة 10 دقايق. بآخر شي أنا كنت ناعى زعفران، حطه
أكيد مع المندي أنا بدي أساوي دقوس. تحط بندورة وفليفلة وكزبرة خضرة. أنا الفليفلة اللي عندي حلوة لأنه ما بيحبوا عندي الحدي، اللي بيحب الحدي يحط فليفلة حدة وعصرة ليمونة وسنتوم ورشة ملح. لا سكبته بزبدية. طبختنا صارت جاهزة. لا بنحط الدجاج. آخر شي نحط مكسرات. ننسى آخر شي الفحمة. أنا حطيت قصديرة وحطيت الفحمة وحطيت نقطة زيت. هلا يا سلام طبختنا صارت جاهزة. إذا عجبتكم وصفتي لليوم مندي بالدجاج لا تنسوني باللايك ودعموني واشتركوا بقناتي. أهلا وسهلا.